تعالوا بقى هنعمل عصير. تعالى نحط اول حاجة تلج في كوبايات، تمام. وهتكوني طبعا مجهزة العصير، عصير جوافة، عصير مانجا، اي عصير متوفر عندك هتجيبيه وتصبه كده في الكوباية زي ما انتوا شايفين، تمام. ايه رأيكم بقى؟ وايه رأيكم في الكومنتات؟ عندك بقى اي حاجة حلوة بتقدمها مع العصير ده يا بنات؟ كان عندي كنافة بالمانجا، طريقة سهلة جدا يا بنات ومن غير فرن. شوفوها على القناة هتعجبكم جدا جدا، تمام. طلع الخرطة بخرطتها، بسم الله ما شاء الله، حتى لآخر حتة في الصينية الخرطة بخرطتها. شوفوا الفيديو على القناة هيعجبكم ان شاء الله. كنافة بالمانجا من غير فرن، في دقائق هتعمليها من غير فرن ولا شربات. كنافة بالمانجا سهلة وسريعة للمبتدئين. هو ده عنوان الفيديو، ان شاء الله ان شاء الله تشوفوه ويعجبكم. من مطبخ فاطمة، كنافة من غير فرن يا جماعة، ومن غير ما تحط عليها شربات خالص. هي معلقتين سكر وخفيفة سكر، وبسم الله ما شاء الله عليها يعني. بقول لكم الصينية خلصت اهي تمام. شوفوا الفيديو وان شاء الله يعجبكم. نقدم بقى الكنافة مع العصير كده، بسم الله ما شاء الله. يعني عندك ضيوف بقى، عندك ضيوف فهتقدمي لهم العصير. ما عندك مثلا مش عندك كنافة، عندك كيكة، عندك اي حاجة، عندك مش عندك حاجة خالص، هتنزلي تجيبي حاجة ساقعة من السوبر ماركت، خلاص على كده. ما بيشربوش حاجة ساقعة، هتجيبي تعملي شاي قهوة الموجود عندك في البيت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا وسهلا بحضراتكم في قناتي. الغدا ايه بكرة؟ مطبخ فاطمة. انا مش عارفة كمني غيرت اسم القناة خليته مطبخ فاطمة، كل ما اجي اعمل فيديو اقول الغدا ايه بكرة فاتلخبط، فاجي اعيد الفيديو تاني. مطبخ فاطمة يا بنات، نورتوني وشرفتوني. يا رب فيديو النهاردة يكون عجبكم. ازاي انت تقدمي ايه لضيوفك لما يجولك افكار، تعملهم عصير، تعملهم شاي قهوة، تجيبلهم حاجة ساقعة كده. ويلا بقى اشوفكم على خير، مع السلامة. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليوصلك كل جديد، وكومنتي برأيكم في الفيديو، ان شاء الله يعجبكم بإذن الله. مع السلامة.